قف. والله لو الخبر هيك ابو وجهه هيك اليوم كله شغال. واحد اثنين ثلاثة 100 عوض بس ما شفت قادم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مدينة معرة النعمان، مدينة الشعراء والشهداء الأوفياء، مدينة أرض الملاحم والبطولات، مدينة الألفي شهيد والألفي مجاهد. أهلا وسهلا بكم أيها الرياضيون الأحرار، أيها الضيوف الكرام. نتشرف نحن في رابطة المحامين السوريين الأحرار بافتتاح هذه البطولة التي نعتز ونفتخر بها، بطولة أندية إدلب الخضراء. جميعا في بلدكم معرة النعمان وفي بطولة الشهيد أسعد طعمي، أركان هذا الشهيد الرياضي الذي قدم روحه وكما باقي الشهداء فداء لدينه ووطنه وبلده، فكان رحمة الله عليه مثالا للرياضة، الخلوق الملتزم. تصور كل المباراة. أبت إدارة نادي النعمان في ظل هذه الظروف الصعبة إلا أن تخلد ذكرى شهدائها الرياضيين الذين قدموا أرواحهم فداء لبلدهم ووطنهم، ومنهم الشهيد أسعد طعمي رحمه الله. هذا الشهيد كان ابن نادي النعمان لسنوات عديدة، حيث كان لاعبا ومدربا وعضو إدارة، وقدم الكثير من الخدمات لناديه ولبلده. فتخليدا لذكراه ووفاء منا ارتأينا أن نقيم هذه البطولة في ملعب معرة النعمان، حيث سيشارك في هذه البطولة والتي ستفتتح بعد قليل إن شاء الله 12 فريقا وزعت على 3 مجموعات. سيخرج للدور الأول والثاني من كل مجموعة، وأفضل ثالثين للدور الثاني، والدور الثاني بخروج المغلوب إلى أن يصلوا إلى المباراة النهائية إن شاء الله. ونعاهد شهيدنا الغالي أسعد طعمي وباقي الشهداء جميعا في سوريا بأننا مستمرون إن شاء الله حتى إسقاط الطاغية بشار الأسد وأعوانه ونيل حريتنا وكرامتنا بإذن الله. بس تجيبوا معه يمكن فريق تبديل اذا واحد انصاب كذا. لكل ولد الرحمه رجعي. دخلوا جول ده حالا. يا طارق يلا طارق. لا تخاف عبد الشباب خلاص. بطولة الشهيد أسعد طعمي بكرة القدم، الشهيد الرياضي طبعا غني عن التعريف، كان لاعب ومدرب في فريق معرة النعمان، كان لاعب بالحرية وانتقل يعني فضل انه يلعب بنادي معرة النعمان، واستشهد هو بالقصف اللي صار على معرة النعمان، وهو كان من اوائل المتظاهرين ومن اوائل اللي اسسوا المشفى الميداني والمطعم الميداني في معرة النعمان. هالبطولة برعاية رابطة المحامين الأحرار بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والشباب والاتحاد السوري الحر لكرة القدم، طبعا بإشراف وتنفيذ نادي النعمان الرياضي. بتضم 12 فريق من مختلف المناطق المحررة، في من ريف إدلب الجنوبي تحديدا، وفي فريق أمية من إدلب، وفي فريق مورك من ريف حماة الشمالي. يعني هالبطولة إن شاء الله مدتها 15 يوم، وهي يعني مشان يكون في جو من المنافسة الشريفة وجو من الأخلاق الرياضية بالملاعب، ونعيد الحياة المدنية للملاعب بعد فترة القصف الهمجي وفترة العدوان الروسي، ففقدت الحياة المدنية شوي من طابعها. هلا نحن مقررين يعني إن شاء الله نعيد الحياة المدنية لطبيعتها رغم القصف والدمار.
رغم ظروف الحرب في سوريا، افتتح نادي النعمان الرياضي دورة الشهيد أسعد الطعمة لكرة القدم بهدف إعادة النشاط الرياضي إلى المناطق المحررة وتخليدا للشهداء الرياضيين الذين ارتقوا بقصف قوات الأسد في سوريا. أحمد الجربان لشبكة المعرة الآن من معرة النعمان بريف إدلب.